الفيلم ديالنا اليوم غيبدا في 1981 في سان فرانسيسكو مع كريس اللي كان كيبيع جهاز كشف كثافه العظام، وكان كيحاول يسوق للجهاز، ولكن حيت كان الثمن ديالها غالي فهاد الشيء غيخلي البيع ديالها صعيب شويه. وهنا غيوقعوا ليه مشاكل بزاف مع الزوجه ديالو اللي كانت كتخدم النهار كامل باش تعاونوا في المعيشه. وواحد المره غتبان ليه طوموبيله اللي كان كيحلم بها، وسول مولاها كيفاش نقدر ناخذ وحده في حالها، وجاوبو قال ليه انا خدام سمسار في البورصه. وهنا قرر كريس يتقدم لشركه دين ويتر، وكان عنده امل يقبلوه، وحاول يتلاقى مع مستر تويس المدير ديال الشركه، وركب معاه في الطاكسي باش يقنعوه. ولحسن الحظ ديالو كان تويس كيحاول يقدمو مكعب الروبيك، واللي كان من المستحيل يحل شي واحد في اقل من نص ساعه، وغياخذ منه المكعب، وملي كان كيدوي معاه غيقدر يحل المكعب. وهذا الشيء اللي يخلي مستر تويس يهتم بالملف ديالو من يكون متاح للتعيين. ولكن هذه الخرجه غتخلي كريس ينسى ولده في الحضانه كيف ما كان اتفق مع مراته. وهنا الزوجه ديالو غتخاصم معاه وغتاخذ الولد وحلات الدار ودات معاه ولده. ووسط هاد الروينه غيجي اتصال من شركه دين ويتر، وغيكون عنده انترفيو معاهم. وفي النهار الاخر غيتلاقى مع الزوجه ديالو حدا الحضانه، وغيقول